السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبعافية وزي الفل. في البداية ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الصلاة على الحبيب مهمة جدا. بعد ما صليت على الحبيب تعالى نبدأ بحاجة مهمة جدا وهي ليها علاقة بعمرو وردة. عمرو وردة خلاص بينتقل الى نادي الاستقلال الايراني بعد فسخ عقده مع الرجاء المغربي اللي راح له اصلا انتقال حر بعد 10 ايام. قال لك والله انا تعبان مش قادر مش عارف ايه، هوب فسخ التعاقد، دفع 50,000 دولار وانتقل الى نادي الاستقلال الايراني في صفقة انتقال حر. فنتمنى ان عمرو وردة يلاقي طريقه، يعني بقاله فترة مترنح بشكل كبير جدا، فنتمنى ان اللاعب يلاقي طريقه وربنا يهديه. فدي اول حاجة. امبارح كان في مكالمة لذيذة جدا على قناة النادي الاهلي مع السيد مارك كلاتنبرج. واذا ذكر مارك كلاتنبرج ذكر يعني قصاده مجموعة من الحاجات اللي انت لازم تكون عارفها. طبعا هذا الرجل جاء بعد سلسلة طويلة من الاحتواء، ولكن يعني الراجل حاول ان هو يشتغل ولكن باظت. طبعا الراجل امبارح اتكلم عن تجربته في اتحاد الكوره وتجربته مع لجنه الحكام. واذا صح كلام هذا الرجل او بلاش، اذا صح الطبيعي لما يطلع تصريحات بهذا الشكل، الطبيعي ان النهارده ابقى بقول لحضرتك خبر استقاله فلان وفلان وفلان، يعني اعتراضا على مش عارف ايه. ولكن طبعا الكلام ده مش عندنا، احنا عندنا ناس لا بتثبت في الحاجه. المهم يعني الراجل طبعا ادى بعض من التصريحات. المفروض والطبيعي انت قدامك حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انت تستقيل لو الكلام ده صح، والحاجه التانيه ان انت تطلع ترد لو الكلام ده غلط. فهنشوف النهارده هل هيبقى فيه رد ولا يعني ناس هتتطوع ترد مكانهم. طبعا الراجل اتكلم على الحكام وقال لك والله ان في حكام كانوا بيتعمدوا بعض الحاجات، فانا كنت بستبعدهم وافاجئ من اتحاد الكوره بعودتهم. قال لك كمان ان اتحاد الكوره كان سبب اساسي في تعطيل عمليه التطوير، وان هم كانوا بيقفوا ضد قراراته. اتكلم ان البعض كان بيشتغل ضده وكان في مصالح وحاجات زي كده. قال لك ان هو عرض حوار الفار وده عشان حاجتين، الحاجه الاولانيه الشفافيه، والحاجه التانيه عشان محدش يغلط غلطات متعمده، خصوصا يعني ان هو زي ما بقول لك كان جاي بعد فتره احتواء كبيره. وطبعا اتكلم على المشاكل اللي كانت ما بينه وما بين بعض الانديه، وان الانديه دي كانت بتتدخل وتروح تهاجم من الناس بتوع اتحاد الكوره، والناس في اتحاد الكوره كانوا بيرضخوا لهذه يعني الحاجات يعني. فدي تصريحات السيد مارك كلاتنبرج. واحنا هنا قدام حاجه من اتنين، لا يطلع حد من اتحاد الكوره يطلع يقول والله الراجل ده ما حصلش الكلام ده بس بالادله، ما يبقاش بقيقي ويقول والله احنا عملنا 1 2 3، او نشوف بقى استقاله. بس طبعا سيب الاستقاله دي على جنب، طبعا احنا هنشوف حاجات تانية. بالمناسبه يعني الاتحاد طبعا امبارح بعت للنادي الاهلي جواب بيقول له فيه ان الشناوي، عبد المنعم، مروان عطيه، هاني، دول اللي هم المفروض هيبقوا في منتخب مصر. قال لك والله الشناوي الشناوي ومروان عطيه ومحمد هاني الراجل ما عندوش مشكله في عودته، بس هو متمسك بس ان يعني ايه، عمنا محمد عبد المنعم يكمل معاه لمباراه تونس، اما الباقيين ما عندوش مشكله خالص. طب جاء رد الاهلي بايه؟ رفض، قال لك لا انا هاخد اللعيبه كلها باكج، محدش هياخد ولا لعيب. ده ازمه خلي بالك ما بينك وما بين الاهلي. طبعا احنا اتكلمنا امبارح وقلت لك ان النادي الاهلي حقه يعمل الكلام ده. واحد يقول لي طب ليه حق؟ لان انا قلت لك ان انت جاملت قبل كده الزمالك، فانت بتجامل الزمالك مش عايز تجاملني ليه؟ واحد يقول لي هي دي مجامله، عشان بس يعني نكون واضحين، هي مجامله، او بلاش نقول ان هي مجامله، هي المفروض يبقى في تنسيق. انت نسقت مع الزمالك قبل كده وخليت لعيبه من عنده تطلع عشان مباراه في دور ال 64 في دوري ابطال افريقيا، فانا من حقي بما اني انا بلعب بقى على بطوله وانت بتلعب مباراه لا قيمه لها على الاطلاق او مباراتين لا قيمه لهم على الاطلاق، ان انا برضو اخد لعيبتي. وزي ما انت فتحت للزمالك لازم تفتح، ما هوش معنى.
طبعا انت ما كنتش هتقدر تتكلم الكلام اللي احنا بنتكلمه ده لو ما كانش باب المجاملات والاحتواء اتفتح قبل كده. واحد يقول لي يعني لو حضرتك كنت ماشيها مظبوط ما كانش حد هيتكلم معاك، بس انت بتحتوي وبتلعب وبتظبط لنادي على حساب نادي، لا فعشان كده بقى ايه الكل هينط لك، الكل هينط لك، وبالتالي النادي الاهلي قال لك لا انا عايز اللعيبه بتاعتي. فطبعا هنستنى نشوف الازمه اللذيذه دي هتخلص على ايه. طيب امبارح انت حضرتك كنت على موعد مع الكثير والكثير من الكلام على عمنا جاكسون موليكا. الوكيل بتاعه وشغال، وعلى الانستجرام كان مولعها بصراحه، الراجل كان مولعها بشكل كبير جدا، وعمال بقى يقول لك انا بجتمع والفور سيزون وبص يا جدع وبتاع. طبعا احنا امبارح ما عملناش غير حلقه واحده اللي هي كانت بتاعه الصبح، وقلت لك نصا ان الصفقه دي مش هتتم، ثم بعد ذلك التزمت الصمت عشان استنى اشوف ايه اللي هيحصل، لعل وعسى يحصل اي شيء جديد. ولكن زي ما انا قلت لك او زي ما انا توقعت لك ما كانش فيه جديد. طب ليه ما كانش فيه جديد؟ لان احنا دخلنا في اسعار اعلى بكتير. وهنا انا بطرح تساؤل، معلش انا اسف، طبعا انت عندك هنا، معلش قبل ما اقول لك حاجه، احنا عندنا هنا حاجتين عشان برضو تكون واضحين. عندك الصحافه التركيه مصممه تصميم كبير جدا ان الصفقه خلصانه للنادي الاهلي. عندك ترانسفير ماركت بيأكد ان اللاعب بيقترب من باوك. عندك بعض المصادر بتقول ان باوك الاقرب. المصادر اللي عندي برضو بتأكد ان باوك اقرب بكتير جدا من النادي الاهلي. ولكن الفكرة بقى اللي انا عايز اتكلم فيها هي فكرة مختلفة. انت الكلام اللي طالع ان الاهلي عارض ارقام خرافية وخزعبلية وغير مصدقة بالمرة، وده اللي مخليني من الاول بقول ان الموضوع مش هيجي للنادي الاهلي، لان في حاجة غلط. واحد يقول لي ايه الغلط؟ الغلط ان انت انا اسف، احنا اداره الاهلي مش واخدين عليها ان هي بتدفع ارقام كبيره كده، فكون ان انت توصل ل5.5 لا و6 مليون هنا يعني بيؤكد ان الموضوع لا فيه ان، خصوصا لما تقول لي ان النادي الاهلي بيتنافس مع باوك وعرض باوك ما عداش ال3 مليون دولار، يبقى احنا هنا بنهرج. يعني ازاي عرض وصل 5.5 مليون وقد يصل ل6، وهنا عرض واقف ب3 مليون فيهم اعاره لمده موسم بنيه الشراء عادي، ده الدنيا حلوه، وهنا لا الدنيا مش لطيفه وحاسب يا جدع. وصراع مين؟ ده انت بتتكلم في ضعفه. فموضوع عشان كده انا قلت لك انه اي كلام. وهنا ليه؟ لان زي ما بقول لك لو انت فعلا كنت حطيت ال5 مليون دولار دول كنت جبت موليكا وانت راجع وحطه في جيبك. طب الراجل الوكيل لا، ده شكله تعبان في دماغه وعايز يعمل يعني شويه حاجات يعني، يعني ده ربنا يشفيه باللي هو بيعمله ده، فده حاجه. طب هل صفقة موليكا مش هتيجي؟ قلت لك الكلام ده من بداية الكلام، قلت لك احنا بنكرر نفس ميركاتو الشتوي بتاع يناير اللي فات، وما قبله بتاع اللي هو بتاع الصيفي، وما قبله الشتوي، وما قبله الصيفي بتاع الاخر 2-3 بحذافيره. بنبدأ زي ما بداية مع مهاجم لذيذ، هو ده اللي احنا عايزينه يا جدع، يلا بقى يلا يا سيد امير اشتغل عليه. فيبدأ السيد امير في رحلة الكفاح عشان يجيب المهاجم، فنقعد قاعدين معاه فترة طويلة جدا، فنكتشف انه لا والله يا جدع مش هنعرف نجيبه. حصلت اي حاجة يعني، اصل في يوتيوبر قال عليه فما حدش، فالناس راحت الكلام بقى الاونطه والحجج الاونطه دي. فنبدا بقى ايه؟ نخش على موليكا. فنبدا نخش على موليكا فنكتشف انه سعره غالي، فنقعد نفرهد والكلام ده كله فتره، ثم بعد ذلك نكتشف ان احنا طب والله يا جماعه لا والله مش هينفع نجيب حد، بس من النهارده هنشتغل على صفقه المهاجم. فنقعد بقى من بعديها هنشتغل على صفقه المهاجم. فاحنا يعني مستنيين فرج ربنا. واحد يقول لي يعني هل ده معناه ان احنا مش هنجيب مهاجم زي كل مره؟ اقول لك مش بالظبط، لا المره دي ممكن نجيب مهاجم، ولكنه مش من اللي انت بتسمع عنه. انا الكلمه دي انا بقولها لك دايما من اول الميركاتو، مش من اللي انت بتسمع عنه. يعني لا موليكا ولا مش عارف ايه، انت هتجيب حاجه على ما اعتقد ما حدش اتكلم عليها، يعني هيكون حد يعني كده يعني. وهنا برضو في حاجة انا برضو عايز اقولها، هو احنا ليه بنروح نجيب افريقي من بره؟ يعني ليه؟
واحد يقول لي يعني انا ليه رايح اتفاوض مع ناس بتلعب في اوروبا؟ معلش انا اسف، ايه المميز عندك عشان يجي؟ انا اعتبرني يا عم انا مهاجم وجاي اتفاوض، او انت مهاجم انا جاي اتفاوض معاك، ايه اللي انا بديهوله؟ هتقول لي يا جدع اسم النادي الاهلي، يا باشا على دماغي اسم النادي الاهلي، ولكن هو النادي الاهلي بيلعب فين؟ النادي الاهلي بيلعب في مصر، في افريقيا. طب هل الدوري المصري دوري يعني قوي قوي عشان يعني اجيه؟ الاجابه طبعا لا. طب هل يعني على مستوى التنافسيه دوري قوي جدا فعشان كده يجي فيه؟ الاجابه طبعا لا. طب هل في مواعيد محدده للدوري ده عشان نعمل حتى عقود؟ الاجابه لا. طب هل الدوري ده متشاف بره فبتاع؟ الاجابه لا. طب يعني يعني انا اسف، ايه اللي يخليني اجي؟ هتقول لي والله اصل هتلعب كاس العالم للانديه والكلام ده كله، اقول لك ماشي على عيني وعلى راسي، بس هي يعني كاس العالم للانديه لو انا لاعب هحسبها اقول لك والله انا ممكن اجي، كاس العالم للانديه سوق كويس، ولكن وارد ان اتالق ووارد جدا اكتر اني ما اتالقش، وبالتالي فمش هيكون مفيد قوي ليا. في عوامل، خلي بالك، عوامل جذب. انا دلوقتي ايه اللي يرجعني؟ انا مش هرجع عشان بس برضو نكون واضحين. فكره ان انت تجيب حد من اوروبا حاجه من اتنين، يا اما انت هتعرض عليه مبلغ كبير وده مش موجود في حالتنا، يا اما حضرتك هتروح تجيب واحد مخلص. واحد يقول لي يعني ايه مخلص بقى؟ يعني في التعبان يا قلبي، خلاص الدنيا باظت معاه بره وخلاص سكك الاحتراف كلها اتقفلت، ففي الحاله دي هيجي لك. هم ما لهمش حاجه ثالثه. يعني انت اللاعب اللي هيجي من اوروبا حاجتين: يا لاعب مخلص وانت بقى يعني اقنعته ان انت ان شاء الله معانا هتعدي فيجي لك، يا اما لاعب هتدفع له فلوس كتير وفي الحاله بتاعتك مفيش فلوس كتير. يبقى ايه الحل؟ انك هتروح تجيب لاعب مخلص، يعني مخلص كوره مشطب. فانت هتيجي هتقول لي مثلا يا جدع ما احنا جبنا قبل كده بادجي، هقول لك اوكي، ما هي استثناءات، ساعات بتحصل استثناءات وخلي بالك برضو تجربه بادجي لو حسبتها ما نجحتش في الاهلي. هتقول لي والله اصل موسيماني، اوكي متفق معاك، ولكن اللاعب على ما لقى نفسه، شوف خد كام سنه، يعني هو طلع منك اعاره لنادي تعبان، لنادي اتعب منه، لنادي اتعب، لحد اما ربنا وفقه في فرنسا الدنيا مشيت معاه، بس كان ماشي مسيره في التعبان يا قلبي لحد اما وصل لفرنسا الدنيا بعد كده فتحت معاه واللاعب بقى ايه، انطلق لقى طريقه. يعني انت فاهم؟ بس انت ما يعني انت استفدت منها فلوس، ولكن يعني فدي قصة المهاجم يعني بصراحة. ما يعني مش عارف اقول لك ايه. يعني اقول لك مثلا النادي الاهلي بيفكر يعمل قناة على الراديو، طبعا بعد النجاح العظيم والكبير جدا لقناة النادي الاهلي اللي على التلفزيون، فاحنا طبعا هنطلع على الراديو، نقتحم الراديو، فيا مسهل. الحاجة اللي كمان بيقول لك والله ان خالد بيبو هيقنع اكرم توفيق وعلي معلول والسولية على تجديد التعاقد، فماشي هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. فده طبعا امبارح بعثه النادي الاهلي وصلت النمسا والدنيا حلوه. اللعيبه بقى كانت فاكره ان هي هتنزل بقى تنام ولا بتاع، كولر خدهم على ملعب التدريب وقال لك والله ما فيش الكلام ده، احنا عندنا تدريب، فاشتغل على ملعب التدريب والدنيا حلوه. صور بصراحه بتاعت الملعب تحس كده ان هي حاجه تفتح النفس، شكلها نظيف جدا. يعني فنتمنى ان هي تكون فتحه خير لينا الموسم ده. اخر حاجه واخر معلومه عايز اقولها لك ليها علاقه بمباراه السوبر الافريقي. فمباراه السوبر الافريقي خلي بالك القايمه اللي هتتبعت هي قايمه مبدئيه عشان بس تكون عارف، فيما بعد انت ممكن تلعب في القايمه دي، تحط ده تشيل ده الكلام ده كله، فدي حاجه لازم تكون عارفها بس خلال 48 ساعه. يعني حتى لو احنا ما جبناش مهاجم الاسبوع ده فانت لسه عندك لحد مباراه السوبر، لحد يوم 15، يبقى احنا بنتكلم قبليها بيومين، لحد يوم 12 تقدر تضيف مهاجم، تقدر تضيف اللي انت عايزه. يعني الدنيا يعني ادتنا وقت ايه. ف بس كده، سلام عليكم.